حاسس إن الجو بقى مش طبيعي؟ يعني ممكن تصحى تلاقي الدنيا ساقعة وبعد ساعتين تتحول لسونا. الشتا مش شتا، والصيف مولع نار والربيع اختفى. طب هو المناخ فعلا اتجنن ولا في حاجة احنا عملناها؟ تعالوا نحكي الحكاية من أولها. زمان الكوكب كان شغال بنظام، كل فصل ليه ميعاده. الزرع بينمو، المية بتنزل، الشمس تطلع وتمشي، وكل حاجة ماشية تمام. لحد ما احنا كبشر بدأنا نغير في النظام ده. مصانع بتشتغل طول اليوم وتطلع دخان، عربيات بتزحم الشوارع وتنفخ الجو، نفايات بتترمي في كل مكان. كل ده عمل ايه؟ زود نسبة الغازات في الجو زي تاني أكسيد الكربون. والنتيجة احتباس حراري. يعني ايه احتباس حراري؟ ببساطة يعني الشمس بتسخن الأرض عادي، بس بدل ما الحرارة تخرج تاني، الغازات اللي في الجو بتخليها محبوسة، فتفضل الأرض تسخن أكتر وأكتر. زي واحد لابس 3 جاكيتات صيفي في عز الحر ومش عارف يقلعهم. أمثلة بتحصل حوالينا: حرائق في غابات كندا وأستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيول في أماكن عمرها ما شافت مطر أصلا، دول بدأت تختفي بسبب ارتفاع منسوب البحر. زي جزر في المحيط الهادي. في مصر درجات الحرارة بقت تعدي ال40، وده ما كانش بيحصل قبل كده. الموضوع مش بعيد، ده حوالينا. عارف إن سنة 2023 كانت من أكتر السنين سخونة في تاريخ الأرض؟ ودي مش أول مرة يحصل كده، السنة اللي قبلها كمان. يعني الوضع بيتكرر وبيزيد. ناس بتقول ده آخر الزمان. في ناس بتقولك ده عشان الساعة قربت وربنا بيورينا آياته. بس الحقيقة كل حاجة بإيد ربنا، بس إحنا كمان مسؤولين. ربنا قالنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني إحنا مأمورين نحافظ مش نبوظ. طيب نعمل إيه؟ الحل في إيدنا؟ آه إحنا مش هنقدر نوقف المصانع، بس نقدر نبدأ بنفسنا. ما ترميش حاجة في الشارع، قلل استهلاكك للبلاستيك، استخدم شنطة قماش بدل كل مرة كيس، اطفي النور وانت خارج، ما ترميش الأكل، وفر وساهم. ازرع زرعة، شجرة صغيرة، صبار، أي حاجة. شارك المعلومة دي، خلى غيرك يعرف. دلوقتي قولي، انت شايف ان اللي بيحصل حوالينا ده بسببنا فعلا، ولا لسه شايف ان ملناش دعوة؟ واكتب لي في الكومنتات رأيك. المناخ مش اتجنن، احنا اللي بوظناه وساكتين. بس لسه في وقت نصلح. حرنا مش ألف. كان معاكم معلومة على السبورة.